Audio Jungle. Audio Jungle. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة فيديو جامد جدا. طريقة عمل الكاتشب. طبعا الكاتشب بنستخدمه في معظم الاكلات، اهم حاجة لازم نحطه في السندوتشات، ويا جماله بقى على السفرة يكمل سفرتنا مع المشويات. طيب يلا بقى نشوف طريقته عاملة ازاي. اهم حاجة ان احنا اما هنعمله بايدينا في البيت، بطريقة مضمونة، وطماطم انتي منقياها بنفسك. ويلا نشوف الفيديو. بس الاول نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اول حاجة معانا الطماطم. بننقي الطماطم الحمراء المستوية وبنغسلها كويس ونحطها في الحلة على البوتاجاز. هنضيف ليها البنجر، وده مكون مهم جدا. ممكن تجيبي بديل ليه اللي هو الفلفل الارناؤوطي او الفلفل الاحمر، وتغسلي برضو وتقطعي عليه. بعد كده بقى بنسيبه يتسبك كويس جدا على البوتاجاز. معلش الشاشة هنا مش واضحة قوي عشان الصورة كانت افقي. بعد كده بنضربه بقى في الخلاط كويس. واهم خطوة بقى اللي جاية ان احنا نصفيه كويس جدا. هو ممكن انك تصفيه ده هيغلبك شوية، بس لازم نصفيه كويس عشان نطلع منه البذور والقشور اللي هي الصغيرة. وهيفضل بقى معانا في الاخر اللي هو معجون الصلصة اللي هيتبقى بعد ما نصفيه كويس. هخلص تصفيته ونشوف بعد كده هنعمل ايه، نكمل الكاتشب ازاي. بعد ما خلصنا تصفيته، شوفوا قوامه عامل ازاي زي ما انتم شايفين كده قدامكم. ولسه القوام هيتقل اكتر من كده لان لسه في مراحل تانية. في بقى هنضيف البهارات معانا. المرحلة دي مهمة بقى جدا، هو ده اللي بيحول الكاتشب، قصدي الصلصة للكاتشب. معانا معلقة ملح صغيرة والبهارات، ومعلقتين سكر، معلقتين كبار. معلقتين كبار سكر، ده على تقريبا الكيلو الطماطم. ومعانا فنجان صغير خل. يعني انت ممكن تعملي كيلو بكيلو، يعني الكاتشب حبة يعني على قد استعمالك. طريقته سهلة وجميلة. يبقى معانا ملح وكمون او بهارات ومعلقتين سكر كبار والكوباية او فنجان صغير خل. تمام. بعد كده هنقلبه كويس ونحطه على النار ياخد له كمان غلوة. هنقلبه كويس، ندوب كل المكونات دي فيه كويس جدا قبل ما نحطه على النار. وبعد كده نحطه على النار، على نار برضو متوسطة لحد ما يغلي غلوتين. وهنشوف برضو القوام بعد كده عامل ازاي. اللي وصل معايا لحد هنا يصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. دي كانت علبة كاتشب معايا عندي، هنحط فيها بقى الكاتشب. طبعا بنغسلها كويس ونعقمها ونجففها كويس. ما ينفعش نضيف عليها الكاتشب وهي فيها اي نقطة مية، عشان دي اسهل طريقة لحفظ اي حاجة. هنستنى طبعا عليها لما تبرد
الكاتشب انا هنا استنيت لما برد خالص، وبعد كده حطيته في الازازة ديت. طبعا اقل حاجة خالص بطاطس، عندك السندوتشات، عندك اي حاجة، طبعا الكاتشب لا غنى عنه. جربي الطريقة دي، صدقيني طريقة سهلة وجميلة وولادك هيحبوها، وبتستخدم كتير قوي. الكاتشب اكتر حاجة بنستخدمها جنب الاكلات والسندوتشات. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا، وما تنسونيش بقى في اللايك. وشكرا، استنوني بقى الفيديو اللي جاي ان شاء الله. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.